صقر النصافي أسير الكلمة والكرامة في صحراء تمتد أطرافها إلى البصر، حيث الريح لا تعرف سوى الغبار، والنخوة لا تقاس إلا بالوفاء. ولد رجل اسمه صقر بن راشد النصافي، نشأ بين الخيل والإبل، وبين رجال يعرفون أن الكلمة قد تنقذ قبيلة أو تشعل حربا. كان صقر شاعرا فصيحا، يزن القول بميزان الشرف، لا يقول إلا ما يعكس قلبه وعقله. عرفته القبائل كريما مقداما وسيدا في رأيه، يجالس الشيوخ ويستشيره الرجال، ويأنس به الضعفاء، لأنه كان قلبا رحيما ولسانا صادقا. خلاف لا مفر منه في يوم من الأيام، دب خلاف بين قبيلة النصافي وأحد الشيوخ المجاورين. وكان الشيخ رجلا قويا يهابه الجميع، لكنه سريع الغضب، يصدق الظن قبل أن يتحقق منه. جاءه وشاة سوء، فقالت إن صقرا تواطأ مع خصومه، وأنه أفسد خطط القبيلة. هاتوا لي صقر النصافي، إن كان بريئا فله العذر، وإن كان كما قالوا فالحبس له عقاب. لم يجادل صقر ولم يهرب، بل رفع رأسه وقال: الحق ما يضيع ما دام الله فوق، وأنا ما أخون عهد ولا أبيع كلمة. لكن الشيخ أمر بسجنه في خيمة بعيدة عن الناس، وكان ذلك أعظم إهانة لرجل من نسل الشيوخ والشعراء. ليلة في السجن، في تلك الليلة جلس صقر في خيمته والقيد على يديه. الريح تعصف بالخارج والنار تخمد شيئا فشيئا. نظر إلى السماء وقال أبياتا خلدها الزمن: يا ليل يا ليل طويل بلا نوم، يا قيد على حر من الناس مقيود، ما ضاق صدري من جفاهم ولا اللوم، ضاق من الظن الرد يوم يزود يا رب، ما خذلت من لجأ إليك ولا ضيعت حق مظلوم. نام قرير العين رغم الألم لأن ضميره نقي. انكشاف الحقيقة. مرت أيام، وجاء رجل من قبيلة الشيخ يحمل دليل البراءة، فقد تبين أن من خانهم شخص آخر، وأن صقرا لم يكن سوى صادق وغيور. ندم الشيخ وأمر بإطلاق سراحه، وذهب بنفسه إلى خيمته ليعتذر. دخل الشيخ متأطئ الرأس وقال: يا صقر سامحني، والله ما قصدت ظلمك، لكني صدقت الظنون. ابتسم صقر رغم ما عاناه وقال بصوت هادئ: يا شيخ، من طبع الحر أنه يسامح، ومن شيم الرجال أنهم لا يحملون الحقد. الظنون تضل، لكن القلوب الطيبة ترجع للحق. ثم أنشد بيتا صار يقال في مجالس العرب: من لا عرف قدر الرجال النشا ما يبطي، وهو ما يعرف القدر لو بان. دمعت عين الشيخ وقبل رأسه أمام الناس وقال: أنا ما أسير سجن يا صقر، أنت أسير طيب وشرف. يا كليب شب النار. بعدها بسنوات جلس صقر في مجلسه يستقبل الضيوف، وكان يردد قصيدته التي أصبحت من رموز الكرم العربي: يا كليب شب النار، يا كليب شبه عليك شبه، والحطب لك إيجابي، وأنا علي يا كليب هيل، وصبه عليك التقليط الدلال العذابي. وكان كل من يسمع صوته يعرف أن وراء هذه الأبيات رجلا ذاق مر الظلم، لكنه اختار حلاوة العفو. نهاية رجل نبيل. مات صقر كما عاش، عزيز النفس طيب الذكر، رحل جسده، لكن قصائده بقيت تروى في المجالس، وصار الناس يقولون: كن مثل صقر النصافي، لا تظلم ولا تظلم، وإن ظلمت فاغفر.